أيها الوزير، فليدخل النعمان أبو حنيفة. حسنا يا مولاي، حسنا. هيا. تفضل يا أبا حنيفة، تفضل. مرحبا بك، خليك بس. السلام على الخليفة المنصور العباسي. وعليك السلام يا أبا حنيفة. تفضل واجلس، تفضل. أطال الله في عمرك يا مولاي. ما هي أخبارك يا أبا حنيفة؟ وهل لديك شيء جديد؟ لا جديد يا مولاي، سوى مذاهب جديدة وآراء فقهية ونزاعات مذهبية وظهور موجة إلحادية قوية لا عهد للمسلمين بها من قبل. موجة إلحادية؟ ومن يتزعم هذه الموجة الإلحادية يا أبا حنيفة؟ ابن أبي العوجاء وأبو شاكر الديصاني وعبد الله بن مقفع وعبد الملك البصري. ومما لا شك فيه بأن هؤلاء الملحدين وأرباب المذاهب ذهبوا إلى جعفر بن محمد لكشف شبهاتهم وللمناظرة فيما بينهم، وجعفر بن محمد يكلم كلا منهم باختصاصه ويدينهم من كلامهم. أليس هذا الذي تريد أن تقوله؟ أجل يا مولاي. ولكن كيف كان يتكلم معه؟ والله هذا ما أردت قوله، وقد كان يكلم المسلم بالكتاب والسنة، والفيلسوف بالفلسفة والحكمة، والطبيعي بالطبيعة، والطبيب بالطب، وهكذا. كفى يا أبا حنيفة. لبيك سيدي. وهل جعفر بن محمد كغيره من الفقهاء أم هو فوق مستوى الجميع؟ يا أبا حنيفة هلم إلي. السمع والطاعة يا مولاي. إني جمعت أرباب العلم والمذاهب كي يقفوا أمامه، وأريدك أن تضع أمامه مسائل صعابة لا يقدر على أجوبتها، أو يتوقف عند مسألة واحدة فقط. يا أبا حنيفة، إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد. حسنا يا مولاي، حسنا. سأوجه إليه بعضا من الأسئلة إن شاء الله. أستميحك عذرا يا عالي المقام. لقد بلغني أيها المعظم المنصور عن جعفر بن محمد أنه كان يلقي دروسه الفلسفية على بعض طلبته، وقد أشار على فلسفة التنزيه بكل تفاصيلها. وماذا كان رأيه في التنزيه؟ لقد قال يا عالي المقام: من زعم أن الله في شيء أو على شيء، أو يحول من شيء إلى شيء، أو يخلو منه شيء، أو يشتغل به شيء، فقد وصفه بصفة المخلوقين. والله خالق كل شيء لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس، لا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان، قريب في قربه، ذلك الله رب العالمين لا إله غيره. قل لي أيها المستشار. أمرك يا سيدي. وهل نفى شبهة الجسم والصورة؟ بكل أسف أجل. لقد قال: إن الجسم محدود متناه، والصورة محدودة متناهية، فإذا احتمل الحد احتمل الزيادة والنقصان، وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقا. يا للروعة،
آل محمد وما ينطقون. يا مولاي يا مولاي، على رسلك، لا تنسى إنه جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. أعرف ذلك حق المعرفة، عفوك فلا حاجة لي إلى ذكرك. هل فهمت؟ عفوك أيها الخليفة المعظم. أيها الخليفة المعظم، تمالك نفسك وهدئ من روعك، فإن ليلتك هذه هي ليلة الانتصار، وستغمرك السعادة إن شاء الله. أيها الأمير، لا تكتئب، فلا حاجة للأضراس في عقدة تحلها الأنامل. صدقت يا قاضي القضاة، صدقت. مولاي الخليفة، جعفر بن محمد. جعفر بن محمد أين هو؟ في القصر. فليدخل. أهلا به ومرحبا. حسنا يا مولاي، حسنا. تفضل يا أبا عبد الله، تفضل. السلام على من اتبع الهدى ودين الحق. عليك السلام. وعليك السلام يا أبا عبد الله. تفضل يا ابن العم واجلس ها هنا. يا أبا عبد الله، هذا أبو حنيفة. نعم أعرفه. يا أبا حنيفة، ألقي على ابن عمنا شيئا من مسائل. يا أبا حنيفة، هل أنت مفتي أهل العراق؟ أجل يا أبا عبد الله، أنا مفتي العراق. وبما تفتيهم؟ أفتيهم بكتاب الله عز وجل. وإنك لعالم بكتاب الله، ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه. أجل، إني لعالم بذلك. إذن أخبرني عن قول الله عز وجل: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أي موضع هو؟ هو ما بين مكة والمدينة. ناشدتكم بالله، هل تسيرون بين مكة والمدينة ولا تأمنون على أنفسكم من القتل وعلى أموالكم من السرقة؟ اللهم نعم. ويحك يا أبا حنيفة، إن الله لا يقول إلا حقا. أخبرني عن قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. أي موضع هو؟ ذلك بيت الله الحرام. ناشدتكم بالله، هل تعلمون أن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟ اللهم نعم. ويحك يا أبا حنيفة، إن الله لا يقول إلا حقا. ليس لي علم بكتاب الله، إنما أنا صاحب قياس. فانظر في قياس إن كنت مقيسا، أيهما أعظم عند الله، القتل أم الزنا؟ بل القتل أعظم. فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرضى في الزنا إلا بأربعة؟ الصلاة أفضل أم الصيام؟ بلا شك الصلاة أفضل. فيجب على قياس قولك أن على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام، وقد أوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة. يا أبا حنيفة، أيهما أضعف، المرأة أم الرجل؟ المرأة أضعف. فلما جعل الله تعالى للرجل سهمين في الميراث وللمرأة سهما؟ أيقاس ذلك؟ أجب يا أبا حنيفة، أجب. يا أبا عبد الله، إنما أنا صاحب رأي. إذن قل لي،
ما ترى في رجل كان له عبد فتزوج وزوج عبده في ليلة واحدة، فدخلا بامرأتيهما في ليلة واحدة، ثم سافرا وجعل امرأتيهما في بيت واحد، وولدتا غلامين فسقط البيت عليهم، فقتل المرأتين وبقي الغلامان. أيهما في رأيك المالك، وأيهما المملوك، وأيهما الوارث، وأيهما الموروث؟ ما بالك يا أبا حنيفة؟ تكلم. يا أبا عبد الله، إنما أنا صاحب حدود. فما ترى في رجل أعمى فقأ عين صحيح، وآخر أقطع قطع يد رجل، كيف يقام عليهما الحد؟ كيف يا أبا حنيفة؟ كيف؟ إنما أنا رجل عالم بمباعث الأنبياء. فأخبرني عن قول الله عز وجل: لعله يتذكر أو يخشى، ولعل منك شك. أجل. وكذلك من الله شك إذ قال: لعله. لا علم لي، لا علم لي. يا أبا حنيفة، لا علم لك. إنك تفتي بكتاب الله ولست ممن ورثه، وتقول إنك صاحب قياس، ولم يبنى دين الإسلام على القياس، وتقول إنك صاحب رأي، وكان الرأي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوابا ومن دونه خطأ، لأن الله تعالى قال: واحكم بينهم بما أراك الله، ولم يقل ذلك لغيره. وتقول إنك صاحب حدود، ومن أنزلت عليه أولى بعلمها منك، وتقول إنك عالم بمباعث الأنبياء، ولخاتم الأنبياء أعلم بمباعثهم منك. والله لا أتكلم بالرأي والقياس في دين الله بعد هذا المجلس أبدا. ماذا؟ والله لا أتكلم بالرأي والقياس في دين الله بعد هذا المجلس أبدا.